هناك رجال صنعوا التاريخ فبقيت أسماؤهم منحوتة على جدران الزمن. المناضل الوطني الراحل اللواء عبد الله علي طرموم واحد منهم، حيث ستظل مآثره خالدة تتناقلها الأجيال وفي ذاكرة الأوطان على مر الأزمان. ولد اللواء طرموم في منطقة خيران بوادي خورة في ريف محافظة شبوة في العام 1922 ميلادية، وينحدر لأسرة عريقة تنتمي لقبيلة آل ديان العوالق، وهي من القبائل العربية الأصيلة التي تحكمها عادات وتقاليد وأسلاف وأعراف تنظم شؤون حياتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء. وسط بيئة قبلية نقية نشأ اللواء عبد الله طرموم وتربى في أحضان عائلته المتسمة بالحكمة ورجاحة العقل، فوالده وجده من وجهاء قبيلة آل ديان، وكان لهما أدوار بارزة في معالجة القضايا المجتمعية وإصلاح ذات البين والحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي. عاش طرموم يتيما بعد وفاة والده، وهو لم يزل طفلا، لكن على الرغم من صغر سنه كان طموحا يتقد بالحيوية والنشاط ويتصف بالذكاء والنباهة. ونظرا لما كان يعانيه الأهالي في تلك الحقبة الزمنية من شظف العيش ومرارة الفقر المدقع، صدر وقتئذ إعلان بطلب عمال في إنشاء مصاف عدن التي كان يطلق عليها آنذاك الشريكة، وهي الفرصة التي انتهزها الفقيد للسفر مع مجموعة كبيرة من أبناء منطقته إلى عدن لطلب الرزق من خلال الحصول على فرصة عمل ضمن العاملين في إنشاء مصاف عدن بمنطقة البريقاء. بدأ عبد الله طرموم حياته العسكرية في فترة ما قبل ثورة 14 من أكتوبر لعام 1963 إبان حكم الاحتلال البريطاني لأرض الجنوب، وفي 21 من نوفمبر لعام 1955 التحق بالسلك العسكري وتلقى عددا من الدورات التدريبية مع عدد من زملائه، وبعدها تم نقله إلى مروحية منطقة الإقفاع الدمان بمديرية لودر في محافظة أبين، ولم يمكث فيها سوى فترة زمنية قصيرة حتى تم نقله إلى منطقة ماس في أرض خليفتي بمحافظة شبوة التي استقر فيها أكثر من 3 أشهر، لينقل بعدها إلى مدينة نصاب ضمن مجموعة من رفاقه، من بينهم علي سالم العريف وسالم حسين الطوسلي وعبد الله صمل الأحمدي، والتي أمضى فيها قرابة العامين. في عام 1958 انتقل عبد الله طرموم إلى مدينة الضالع وتم ترقيته إلى رتبة فوت، وبقي هناك في منطقة الجليلة التابعة لقبيلة آل الشاعري إلى العام 1961، وبعدها تم نقله إلى مدينة عدن وتحديدا معسكر شنبيون النصر حاليا، وتم ترقيته فوتن قبل أن يتم نقله إلى مدينة جعار بمحافظة أبين، حيث عين هناك قائدا لحظيرة البلاجيك في عام 1962، لكنه لم يمكث سوى القليل من الوقت حتى تم ترتيب وضعه كقائد سرية في إمارة بيحان في فترة حكم الشريف حسين بن أحمد الهبيلي والأمير صالح بن حسين في العام 1963. وفي نفس العام تم إعادته مجددا إلى مدينة نصاب ومن ثم إلى عدن. كغيره من الضباط الأحرار، أدرك عبد الله طرموم الأساليب التعسفية والقمعية الظالمة التي يمارسها المحتل الأجنبي بحق أصحاب الأرض، وإيمانا منه بضرورة استقلال وحرية الأوطان من هيمنة وجبروت الاستعمار، كان من أوائل الرجال المخلصين الذين التحقوا بالتنظيم السري للجبهة القومية بمعية كوكبة من زملائه،
حيث شاركوا ببسالة في تفجير ثورة 14 من أكتوبر في العام 1963، وخاض إلى جانب كل الأحرار المعارك المسلحة ضد المستعمر البريطاني في أكثر من جبهة، حتى كتب الله النجاح لهذه الثورة بعد طرد آخر جندي بريطاني من أرض الوطن. بعد نيل الاستقلال عين عبد الله طرموم في عدة مهام ومناصب عسكرية وأمنية متدرجة، كان أولها تكليفه كقائد للقوات العسكرية المكلفة بحماية المناطق الحدودية مع الشطر الشمالي من جهة محافظة البيضاء، حينما كان الوضع متوترا بين الشطرين، وكانت الصراعات وقتئذ على أشدها، وقد حدثت مناوشات عدة بين قوات الشطرين، لكن حكمة وحنكة الراحل عبد الله طرموم لعبت دورا رياديا في احتواء الموقف والسيطرة عليه دون اللجوء إلى خيار الحرب، وهو الموقف الذي وضعه في مرمى الاستهداف من قبل التيار اليساري المتطرف في السلطة آنذاك. فقد تعرض بعدها لعدة محاولات اغتيال، كانت أولها أثناء عودته إلى منطقة خورا بشبوة، حيث تعرض موكبه لانفجار لغم أرضي نتج عنه إصابة 2 من مرافقيه، هما المناضل عبد الله طوحل والمناضل محمد شائف وآخرون. وفي العام 1969 أصدر وزير الداخلية قراراً قضى بترقية الفقيد عبد الله طرموم إلى رتبة ضابط مع الاستمرار في عمله كقائد للقوات العسكرية في مرخة وخورة. وفي العام 1970 صدر قرار آخر لوزير الداخلية قضى بتعيين الفقيد مديراً لأمن المنطقة الوسطى، وقد كانت تشمل خورة، مرخة، لثفان، حطيب، عتق، جباه، الصعيد، حبان، المديرية الوسطى. كانت صلابة وقوة شخصية الراحل عبد الله طرموم ورفضه الإملاءات من الغير وتصرفه بقناعته وما يمليه عليه ضميره سبباً في استمرار المؤامرات لاغتياله، حيث تعرض للمرة الثانية في مارس من العام 1971 لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة زرع لغم أرضي في منطقة السلف بمرخة السفلى، فضلاً عن محاولة اغتيال ثالثة بنفس الطريقة في منطقة خورة الركبة، ولكن عناية الله وقدرته أفشلت عنه كل المؤامرات والاغتيالات. في عام 1972 تم ضمه إلى وزارة الدفاع مع مجموعة من زملائه، من ضمنهم محسن صالح باروت الدغاري، وعلي محسن حسين، وعلي محمد الطنبالة، وبطن طوحل العبدلي وآخرين. ثم أعيد مرة أخرى بقرار رئيس الجمهورية ليتم تعيينه نائباً لمدير أمن المحافظة الرابعة ومسؤول أمن الحدود. في عام 1973 تم تعيينه مديراً لأمن المحافظة بالإنابة، وتم تكليفه من وكيل وزارة الداخلية عبد الرحيم عتيق بالتحرك إلى عقبة هينن بريدة الصيعر، وتعرض مجدداً لمحاولة اغتيال غادرة بلغم أرضي، وكان برفقته عبد الرحيم عتيق ومبارك مساعد حسين وآخرين، وأصيب بإصابات بليغة نقل على إثرها إلى دولة المجر الاشتراكية للعلاج. في عام 1974 صدر قرار من رئاسة الجمهورية بتعيينه مديراً للأمن بمديرية بيحان محافظة شبوة الحدودية، كما تعرض للمرة السادسة لمحاولة اغتيال فاشلة أيضاً،
بواسطة لغم أرضي في منطقة الساق مديرية بيحان، وكان برفقته محمد النمري وآخرون. في عام 1976 صدر قرار وزير الداخلية بتعيينه مديراً للأمن بالمحافظة الرابعة التي هي اليوم محافظة شبوة، واستمر في عمله مديراً للأمن حتى مقتل الرئيس سالم ربيع علي، حينها شعر بالخوف على حياته، حيث وجد نفسه مضطراً للانتقال والنزوح إلى الشطر الشمالي ليستقر به المقام في محافظة مارب، قبل أن يتم استدعاؤه من قبل القيادة السياسية هناك وتكليفه بتأسيس معسكر في محافظة ذمار. في عام 1980 وبفعل عدة مطالبات من القيادة السياسية من الشطر الجنوبي آنذاك، وبعد توفر كافة الضمانات للفقيد ومن معه للعودة إلى أرض الوطن، وافق على العودة، وقد حظي باستقبال شعبي ورسمي في منطقة شقير مديرية بيحان، حيث كان في مقدمة المستقبلين له وزير الداخلية علي شايع هادي، ومحمد علي أحمد وزير العدل، وهادي أحمد ناصر محافظ شبوة وقتها، وكوكبة من القيادات العسكرية والمدنية. وفي العام نفسه تم تعيين الفقيد مديراً للقطاع 7 للحفر في محافظة شبوة، وفي عهده تم حفر وإنجاز عدد كبير من الآبار في مختلف مديريات ومناطق محافظة شبوة. في عام 1986 إبان أحداث 13 من يناير الدامية، وبينما كان الفقيد يتواجد في محافظة عدن، جرى اعتقاله لفترة استمرت 3 سنوات ومحاكمته قبل أن يتم إطلاق سراحه في العام 1989. لقد مثل إعلان الوحدة اليمنية بين الشطرين بمثابة محطة جديدة ومنعطف مهم في حياة الفقيد، حيث كانت الملاذ الآمن التي تنفس من خلالها السعداء كغيره ممن عانوا من الاستهداف والملاحقة من أجنحة الحكم المتطرفة في الشطر الجنوبي، وهي الوحدة التي رسى معها النهج الديمقراطي والتعددية السياسية والحزبية في البلاد. فقد كان الفقيد وإلى جانبه عدد من زملائه ممن انخرطوا مبكرا في حزب المؤتمر الشعبي العام باعتباره حزبا ليبراليا يتوافق مع توجهاتهم ورغباتهم التي تميل إلى الوسطية والاعتدال والعدل والمساواة، ومن أجل ذلك عملوا على تأسيس الأطر والتكوينات التنظيمية والوسطية والقاعدية للحزب في مناطق ومديريات محافظة شبوة، حيث كان أول من تولى رئاسة الفرع بالمحافظة، وقد لعب دورا كبيرا مع رفيق دربه الشهيد عارف عوض الزوكا الذي كان وقتها نائبا له، من خلال العمل بكل تفان وإخلاص والتعاطي مع أحداث المحافظة بمسؤولية عالية ومواجهة كل من حاول أن يستهدف أمن واستقرار المحافظة وأبنائها، ولم يفرقوا بين الجميع حتى من اختلفوا معهم، وهذا ما ساعد على اجتياز المحافظة لكثير من التحديات التي واجهتها. وقد عين الفقيد عضواً في اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام، كما عين مستشاراً لوزير الداخلية، وحصل على عدة ترقيات، ومنها ترقيته إلى رتبة لواء، حيث استمر في عمله كمستشار لوزير الداخلية حتى وفاه الأجل المحتوم. تحلى الفقيد خلال مشوار عمله بوعي سياسي ناضج ومتزن ورؤية ثاقبة، وكان يمتلك رحمه الله كاريزما قيادة حاضرة، فقد ظل يتعامل مع الجميع ببساطة وإنسانية وأخلاق عالية، مما أكسبه جمهورا كبيرا والتفاف الناس من حوله. وقد تميز الفقيد بأنه صاحب موقف ومبدأ وطني ثابت، فظل يسير على نفس النهج والمسار السياسي الذي رسمه وحدده في حياته، وذلك من خلال وقوفه الصريح والواضح إلى جانب قضايا الوطن المصيرية
في كل المراحل والظروف والمنعطفات الصعبة، حرصاً منه على ضرورة الحفاظ على مكتسبات ومنجزات الثورة اليمنية الخالدة التي كان له الشرف في أن يكون واحداً من مناضليها ورجالها الأبرار، وقدموا من أجلها الغالي والنفيس دون تردد. وإلى جانب مسيرة حياته المطرزة بالنضال والكفاح والتضحيات والإيثار والبذل والعطاء، كان فقيد الوطن اللواء عبد الله طرموم يتسلح بمنظومة متكاملة من القيم النبيلة التي ورث جيناتها من آبائه وأجداده الأولين، وتشبع بها من بيئته البدوية النقية، فقد كان رجلاً صاحب شهامة ومروءة وجود وكرم ونخوة، وكان ملجأ لنصرة المظلوم وفزعة لإغاثة الملهوف. كان رجلا مقداما شجاعا صلب الإرادة في مواقفه، لا يخاف في الله لومة لائم في قول كلمة الحق. ومن صفاته العملية عرف بالإداري الكفء والسياسي المحنك والقائد العسكري الحكيم، ورجل الأمن الحليم الذي يعمل بضميره وقناعته، ولا يرضخ للإعازات والإملاءات من الآخرين مهما كلفه ذلك من ثمن. للفقيد الراحل إسهامات لا تعد ولا تحصى في المجال الاجتماعي والإنساني، ولعب أدواراً في إخماد الفتن بين القبائل وإصلاح ذات البين داخل المجتمع، وكان له أسلوب مميز في التعامل مع المشاكل والقضايا بقدراته الفائقة التي تسهم في معالجتها بعيداً عن لغة العنف أو اللجوء إلى إراقة الدماء المعصومة أو الاحتراب. لقد رحل الفقيد عبد الله طرموم إلى جوار ربه، تاركاً خلفه صفحة ناصعة البياض وسجلاً خالياً من ملوثات دم الإنسان الزكية التي سفكت في مراحل ماضية، وقد كان حريصاً على ألا يدنس يديه فيها، بل كان وبفضل الله سبباً في إنقاذ الكثير من الأرواح من الأشخاص الذين كانوا مستهدفين في عمليات السحل والتصفيات الجسدية خلال حقبة زمنية معينة بعد قيام ثورة 14 من أكتوبر. كل هذه المناقب الوطنية والنضالات البطولية والمواقف الرجولية والسجايا والخصال الإنسانية امتزجت في شخصية الرجل حتى صنعت منه هامة وطنية ذائعة الصيت على المستوى المحلي والوطني بل الإقليمي، شخصية فرضت مكانتها واحترامها وتقديرها ومحبتها لدى كل فئات المجتمع ومكوناته وشرائحه التي جذبها ليس بالمال بل بالمواقف والأفعال المشرفة. لقد ترجل هذا الفارس اليمني المغوار عن صهوة جواده، حيث صعدت روحه الطاهرة إلى بارئها عندما كان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة يوم الاثنين 14 من أغسطس 2023، وذلك بعد صراع طويل مع المرض. وعلى غير العادة فما أن أعلن عن وفاته حتى ضجت منصات التواصل الاجتماعي بصور الفقيد وكلمات الرثاء المعبرة عن مشاعر الأسى والحزن برحيله، كما انهالت المئات من برقيات التعازي والمواساة من كبار مسؤولي الدولة وقادة الأحزاب والتنظيمات السياسية والقيادات العسكرية والأمنية من داخل الوطن وخارجه، التي أكدت في مضمونها عن حجم الخسارة التي مني بها الوطن بوفاة هذه الشخصية الوطنية العملاقة. في حين أقامت السفارة اليمنية بالعاصمة المصرية القاهرة مجلساً لاستقبال العزاء في رحيل الفقيد،
كما أقيمت مجالس عزاء في عدن وعدد من المحافظات، وأيضا مخيم للعزاء في وادي خورة مسقط رأسه. ومن القاهرة جرى نقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن، ففي مطار سيئون وما إن هبطت الطائرة التي نقل على متنها جثمان الفقيد، خرجت في استقباله قيادات عسكرية ومدنية رفيعة، حيث لفت الجنازة بالعلم الوطني وحملتها فرقة من حرس الشرف على أكتافها بعد تأدية التحية العسكرية لها، ومن ثم تسليمها للموكب الشعبي الذي كان في انتظارها، وتولى نقلها من سيئون إلى شبوة. وفي مدينة عتق جرى لجثمان الفقيد تشييعا رسميا مماثلا قبل أن يتم نقله إلى مسقط رأسه وادي خورة، حيث كانت هناك حشود بشرية هائلة في استقباله لتؤدي الصلاة على روحه وسط تشييع شعبي غير مسبوق، وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق 16 من أغسطس 2023، وهو اليوم الذي توشحت فيه شبوة أرضاً وإنساناً الجلباب الأسود، المعبر عن الحداد وأحاسيس الحزن والأسى، والجميع يشارك في توديع رمز من رموز شبوة وواحد من أبنائها الأبرار ورجالها الأخيار في رحلة أبدية لا رجعة بعدها. حينها غامت الأجواء بسحائب الأحزان الممطرة بدموع الفراق وألم الرحيل، إذ كانت تعتري نفوس الحاضرين مشاعر الألم والحسرة، والكل يسترسل ذكريات ويمضي في مسارات الموكب الجنائزي المهيب لهذا المناضل الهمام في رحلة أخيرة إلى دار البقاء والخلود، حيث تم مواراة جثمانه الطاهر الثرى في مقبرة الحميمة عقب أداء الصلاة عليها وسط جبانة الوادي. وتقدمت صفوف المشيعين شخصيات وطنية وقيادات مدنية وعسكرية كبيرة وجموع بشرية غفيرة لم تشهد شبوة لها مثيلا في تاريخها المعاصر، من حيث عدد وحجم المشاركين الذين تقاطروا أفواجا من كافة مناطق شبوة ومختلف محافظات الجمهورية ومن كافة عشائرها وقبائلها وفئات مجتمعها، وهو المشهد الذي عكس وجسد المكانة الكبيرة والمنزلة الرفيعة التي يحتلها الرجل في قلوب آلاف الناس. تحدث المشيعون لرجال الإعلام عن شخصية أسطورية استثنائية صنعت مجدا وتركت أثرا ونقشت احترامها ومحبتها في قلوب وعقول العامة دون استثناء، ليس بالمال ولكن بالتواضع والأخلاق والقيم النبيلة والأعمال الطيبة والمواقف المشرفة عبر مراحل ومحطات تاريخية متعددة. وهكذا حين يأتي موعد الرحيل يذهب كل شيء يتعلق بالإنسان، ويبقى عمله وسيرته والأثر الطيب الذي تركه في قلوب الناس وبصماته التي أحدثت فارقا. رحم الله فقيد الوطن اللواء عبد الله علي طرموم، وأسكنه فسيح جناته، وألهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.